بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حبايبي، إن شاء الله الذكر بتاعنا في الفيديو ده هيبقى لا حول ولا قوة إلا بالله. عايزين باستمرار على لساننا ذكر الله، يبقى الذكر بتاعنا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. حبايبي، زي ما احنا شايفين كده مع بعض، احنا النهاردة هنعمل الفراخ البانيه من غير بيض. هنعملها مقرمشة جدا، الطبق اللي على الوش ومن جوه طرية وحلوة. شوفوا شايفين المنظر الجميل ده؟ بسم الله ما شاء الله. يلا بينا مع بعض نشوف الطريقة، وما ننساش لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ وعلى بركة الله. معايا الشرايح البانيه، شرايح خفيفة كده، ومعايا كمان بصلتين وطماطمتين وواحد فلفل حامي. هنعملها بطريقة بسيطة خالص كده. هننزل بالطماطم بتاعتنا في الخلاط، والبصل متقطع كده قطع صغيرة، والفلفل كمان. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهنزل على الخضار بتاعنا بشوية خل علشان يمشي الخضار كده في الخلاط، وهضرب الخضار كده كويس مع بعض، وهنزل بيه في البولة بتاعتنا. ما ننساش الذكر بتاعنا لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعايا بقى التوابل بتاعتنا. معايا ملح، فلفل أسمر، وشطة، وبابريكا، وبهارات فراخ، وروزماري. هنزل بالتوابل كده كلها، وأقلب المكونات كويس مع بعضها لما التوابل تختلط مع الخضار بتاعنا. ما ننساش الذكر بتاعنا لا حول ولا قوة إلا بالله. هبدأ بقى أنزل بشرايح الفراخ البانيه بتاعتنا في التتبيلة، قطعة قطعة كده لما كلها تتغلف في التتبيلة بتاعتنا. ما ننساش لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهنتركها بقى ليلة كاملة، يا إما ساعتين أو 3 ساعات على قد الوقت بتاعكم. أنا كده تركتها ليلة كاملة في التتبيلة، وتاني يوم التتبيلة بتاعتنا كانت الفراخ شربت من التتبيلة وبقت جميلة. هنبدأ نعملها مع بعض. معايا دقيق، ومعايا فيجيتار بس أنا جايباه بارد عشان الأولاد، ومعايا معلقة بيكنج باودر. وهقلب المكونات مع بعضها كده كويس من غير بيض، من غير أي حاجة. وهنعمل البانيه بتاعنا الجميل قطعة قطعة كده. هاخدها في الدقيق والفيجيتار وهبطنها كويس جدا. ما ننساش الذكر بتاعنا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بغلفها كويس كده من كل مكان، وأفردها على صينية عندي. نجدد النية مع بعض. اللهم اجعل عملنا خالص لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعله إطعام طعام، وصلة أرحام، وتعاون على البر والتقوى، إدخال الفرحة والسرور على قلب الأسرة والأولاد. اللهم آمين. بعد ما بتبلها كويس في الدقيق كده، بحطها في الفريزر شوية علشان الكفر بتاعها يمسك عليها، ما يفكش مني وانا بقليها. وبعدين هخرجها كده على الزيت السخن معايا.
هنحمر قطع البانيه بتاعتنا بكل بساطة خالص لما تاخد معانا اللون الذهبي اللي شفناه في اول الفيديو. ما ننساش الذكر بتاعنا لا حول ولا قوة الا بالله. عايزين باستمرار كده على لساننا ذكر الله في كل مكان، في المطبخ واحنا قاعدين في البيت واحنا خارجين في المواصلات، في كل مكان ما ننساش ذكر الله. لعله يكون الشفيع لنا يوم القيامة يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. هنحمر كده قطع البانيه بتاعتنا. هبدأ أقلب كده قطع البانيه لما نشوف اللون دوت، وفي النهاية ونشوف اللون اللي هخرجها فيه. هي لسه كده فاتحة شوية. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. شايفين كده ما شاء الله الفراخ بتاعتنا أخدت اللون الذهبي الجميل. هبدأ أخرجها باللون الجميل ده. ما ننساش الذكر بتاعنا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هنزل بقى بالدور التاني أحمر بقى كمية الفراخ. ما شاء الله. أكمل تحمير الكمية بتاعتنا وهنرجع نشوف مع بعض الجمال. شايفين بسم الله ما شاء الله الفراخ بتاعتنا المقرمشة الجميلة، اللون الجميل بتاعها ما شاء الله، بطريقة سهلة جدا من غير بيض من غير زبادي من غير اي حاجة. عملنا الفراخ الجميلة بتاعتنا سهلة جدا، ما اخدتش وقت معانا، طعمها جميل جدا. جربوا الطريقة ان شاء الله هتعجبكم. ما ننساش الذكر بتاعنا لا حول ولا قوة الا بالله. في النهاية بقى اللي يعجبه الفيديو بتاعنا ما ينسانيش من اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان القناة تكبر بكم ومعاكم. واللي بيشوفنا لأول مرة يشترك معنا في القناة ويضغط الجرس ويختار الكل علشان يوصلوا إشعار بكل جديد أنزله بإذن الله. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.